بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نهاركم زين، نهاركم طيب مشتركاتي الغاليات، إن شاء الله يلقاكم لا فيديو تاع اليوم في أحسن أحوالكم. وبلا ما ننسى المشتركات اللي دخلوا معايا جدد نقول لكم مرحبا وألف مرحبا. وصفتي اليوم هي طريقتي في تحضير السلق. درتو أنايا في الكوشة. تقدروا ديروه في المقلة كما تقدروا ديروه غراتا كما تقدروا ديروه بوراك. عنده بزاف طرق وبزاف وصفات. اليوم نتقاسم معاكم هاد الطريقة تاعي. أنايا ناخد هادوك الأعراف ولا كل واحد يقول لهم الغصان، كاين اللي يقول لهم السيقان. نقسمهم en 2 تسمى نخلي الورق الأخضر بجهة، وناخدو هادوك الأعراف نقصهم، على خاطر يطولوا شوية في الطياب. نبدا بهم هما الأولين، كيما راكم تشوفون نقصهم رقاق باه ما ياخدوليش وقت كبير في الطياب. وبعدها تاني نزيد نرجع نقص هداك تاعنا الورق الخضر هادوك. والله صدقوني تجي وصفة بزاف بنينة وبدون لحوم وبدون دجاج. في الكاسرونة كيما راكم تشوفون نحطو هادوك الأعراف هما الأولين، نحطوهم على النار بلا ما نضيفو الماء، على خاطر ديرهم على نار قليلة خاطر يطلقوا لنا الماء تاعهم. كي يطيبوا لنا هادوك الأعراف نذوقوهم، كي نلقاوهم طابو نزيدو الورق هداك الخضر اللي كنا تاني قصيناهم من قبل. ونغطي عليهم ونخليهم يطيبوا في ماهم بلا ما نضيفو ولا قطرة ماء. أنا لشتات الملح في المرحلة هادي ما نضيفوش. كيما تعرفوا السلق حساس بزاف للملح وقادر يجيكم مالح مع الإضافات اللي نضيفوها من بعد. هذا هو السلق تاعنا بعد ما وجد نخليه حتى ينشف مليح من الماء تاعو. درت بعدها ندير له صوص طوماط. ناخدو البصل هذا الأخضر، كيما تعرفوا تاني السلق يحب البصل هذا الأخضر، يجي بيه بزاف بنين. نقطعوه تاني رقيق كيما راكم تشوفوا. نحطوه في مقلة. أنايا نديرو بزيت الزيتون يعطيه نكهة خاصة وبنة هايلة. تقدر اللي يحب ما يحبش زيت الزيتون يديرو بالزيت العادي ويزيد معاه ثاني طرف زبدة. كيما راكم تشوفوا حطيته في المقلة. نزيد له زيت الزيتون، نقلي هذيك البصلة تاعنا حتى تذبل. بعدها نضيفوا له تاني سنينة تاع الثوم. حسب البصل والثوم تاني حسب الكمية تاع السلق تاعكم. نقليو هذيك الثوم تاني مع البصلة تاعنا. أنا ما نديرهاش في الأول باه ما تتحرقليش كيما تعرفوا الطريقة تاعي. بعدها نضيفوا مورف صغيرة تاع الطماطم المصبرة. ونقليو مليح هذيك الطماطم تاعنا باه ما تجيناش حامضة. التوابل أنايا نحط فلفل كحل وملح وخلاص، ما نضيف للسلق حتى توابل أخرى. نزيدو الحبتين هاذوك تاع الطماطم تاعنا بعد ما كنا رابيناهم، ونزيد نقلي مليح مليح هذيك لاصوص تاعنا حتى تسبكلنا. بعدها نضيفو لها هذيك الكمية تاع السلق اللي كنا طيبناها من قبل. نخلطوها مع الصوص طماط هذيك اللي درنا لها. نذوقوا الملح في المرحلة هذه. بعدها نجيبو غيسيبيون نفرغوا فيها هذاك الخليط تاعنا تاع الصوص طماط والسلق.
كيما راكم تشوفوا. نزيدو تاني كنت من قبل قليت البطاطا درتها مربعات، نضيفوها للخليط تاعنا، والله تعطيه بنة هايلة. جربوه بهذه الطريقة ورجعوا لي بالخبر. نخلط مليح. بعدها تاني نزيدو فرماج مرحي، تقدروا تستغناو عليه ما تضيفوش. أنا زدت 4 حبات بيض كيما راكم تشوفوا، حسب الكمية، كل واحد تاني حسب الكمية تاع السلق تاعو. خلطوا وشوفوا. زدت تاني شوية كريم فريش، حوالي نص كاس، باه يجي الكاطي تاعنا هذا يجي مشمخ وما يجيش ناشف، وتاني يعطيه ذوق هايل. نفرغوا الخليط هذا تاعنا في بلاطو الفرن، تقدروا في المرحلة هذه تحطوه في المقلة، ديروها شغل ديروه على شكل فطيرة، ما تحطوهش في بلاطو الفرن، وتحطوه في المقلة وطيبوه عادي. نزيدو نرشو تاني شوية فرماج من الفوق، تقدري تاني الخطوة هذه تاع الفرماج في الخليط ومن الفوق اختيارية، تقدروا تستغناو عليها. والله صدقوني وصفة بزاف هايلة وبزاف بنينة، سيرتو لا درتوها بزيت الزيتون وما يجيناش ناشف كيما راكم تشوفوا. وهذه هي وصفتنا نهار اليوم، نتمنى تنال إعجابكم. انتظروني في وصفات أخرى إن شاء الله. سلام.